اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. كلنا يلا قبل ما نبتدي الفيديو ننزل نصلي في التعليقات. انا ولا عايزه ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنعمل فيه صنفين على قد الايد، حلوين قوي، واحد حادق وواحد حلو. اللي يعرف برضو انا صنف حادق وانا صنف حلو ينزل يكتب لنا دلوقتي حالا في التعليقات. مننساش اللايك والشير يا جماعه. تعالوا نعمل الصنفين دول حلوين وهيعجبوا الولاد قوي. اول حاجه انا هعمل فطيره بالجلاش، فطيره بسيطه كده ببواقي اي حاجه عندي بقى من سندوتشات الولاد وكده. حتة لانشون على حتة جبنة رومي على قرن فلفل على شوية زيتون، أي خلطة إن شاء الله يكون مناب حتى فراخ عندك ايه باقي برضو في التلاجة ممكن نعمله بيه. أي حاجة متوفرة عندي أعملها بيها. أنا خلطتهم مع بعض كده وايه هبتدي أعمل بيهم الفطيرة. وبعدين كان عندي حتة زبدة يتيمة كده في التلاجة طلعتها مع شوية زيت وايه هنبتدي نعمل بيها. احنا قلنا بقى وصفة اقتصادية على قد الإيد، يعني الحاجات الموجودة، هي يعني مش اقتصادية قوي بس الحاجات اللي موجودة في البيت. تمام. تمام. حطيت عليها شوية زيت بقى كده وهبتدي هعملها بقى. انا كنت برضو محتارة اعملها في الطاسة ولا اعملها في الطاجن البايركس، وبعدين في الاخر عملتها ايه في الطاسة. بدهن بقى كده زبدة على زيت، عايزة زبدة خالص ماشي، عايزة زيت نوع نضيف برضو ماشي، مفيش مشكلة. وابتدي احط رقات الجلاش كده في الطاسة، وهنعملها كمان على البوتاجاز مش هندخلها لا فرن ولا حاجة. هاعملهم ورقة ورقة. دي بقى تنفع غدا، تنفع في يوم اجازة كده فطار، تنفع عشاء، سهرانين الواد بتذاكر بالليل، زي ما انا عايزة. وحطيت الحشوة اللي موجودة عندي في البيت اي حاجة. تمام كده. ممكن في ناس بتحط مثلا بيضاية على الحشوة دي، او ممكن احط عليها جبنة بيضة، او ممكن جبنة كريمي او اي نوع عشان تمسك الحشوة. انا كنت حاطة شوية جبنة موتزاريلا فهتمسك الحشوة ان شاء الله. يعني في افكار كتير جدا. ممكن احشيها بس جبنة بيضة وزيتون. تمام. انتوا عارفين كمان دقة الزعتر اللي بتيجي من عند العطار اللي بيبقى فيها سمسم دي، ممكن احشيها هي بس على فكرة. يعني اي حشو عندي. وهبتدي بقى ايه احط بقية الجلاش من فوق، وهقفل بقى لتحت كده عشان تتقفل معايا. بصوا بقى انا لا هستخدم لا لبن ولا بيض ولا اي حاجة، هحطها منها على طول كده على النار عشان تبقى اقتصادية اكتر. اللي عنده وعايز يحط يحط، بس لو هنحط بقى لبن وبيض هندخلها الفرن. تمام. لو هنسقيها يعني، في ناس ممكن تسقيها شوربة عادي برضو، ايه المشكلة؟ عادي. انا بقى سويتها كده وغطيت عليها، احمرت من تحت، هبتدي اقلبها. خدت لون جميل اهي. تمام. هقلبها وارجع احطها تاني. اخدت لون بقى وخلاص تمام. هقلبها. عملتها بكل سهولة، ما خدتش معايا دقايق. اللي لسه ما عملناش يا جماعة لايك لحد دلوقتي ينزل يعمل لنا ويكتب لنا في التعليقات زي ما قلت لكم. تعملوا لنا متابعة. بصوا بقى قدمتها بشكل حلو كده عشان تفتح النفس. حلوة وبسيطة وسهلة. هوريها لك بقى من جوه والحشوة بتاعتها حلوة قوي، والولاد بيحبوا الحاجات الخفيفة دي على فكرة. نزل بقى رايح مثلا عنده درس، عنده اي حاجة ممكن ايه ياخدها كده على السريع. نعمل كمان طاجن البطاطا. طبعا في ناس كتير عملت طاجن البطاطا بالبشاميل ده، بس احنا هنعمله تاني مع بعضينا. نبتدي بقى نقشر البطاطا ونقطعها. انا حطيت عليها بقى شوية مية وشوية سكر، تحليها بقى التحلية اللي انت عايزاها يعني على حسب كمية البطاطا اللي عندك. ما تكتريش مية لانها هي بتنزل مية. تمام. تمام. وابتدي احطها على النار بقى لحد لما تستوي، اغطي عليها كده واحطها لحد لما تستوي زي ما احنا شايفين. في الوقت ده بقى كنت هعمل ايه بشاميل. خلاص. حطيت برضو زبدة على زيت، وبعدين نزلت بكوباية دقيق برضو بنفس حتة الزبدة اللي باقية عندي في الفريزر.
خدت جزء منها للجلاش وجزء منها للايه، اللي باقي كمان من دهان الجلاش انا خدته للبشاميل. هصرف نفسي يا جماعه باللي موجود عادي خالص. وبعدين هنزل عليهم باللبن، احط كل المقدار كله لبن ماشي، احط لبن على ميه ماشي. دول كانوا كوبايتين لبن حطيتهم عليهم. ممكن كمان سليق البطاطا، هيبقى اللي هو العصير المركز بقى الباقية خالص ده من سليق البطاطا، اخده اكمل بيه البشاميل عادي. انا الحتة دي فاتتني، يعني انا نسيت اعمل كده بصراحة. يعني كنت سايبة البطاطا تستوي وفي نفس الوقت بعمل البشاميل، فطبعا معرفتش ازوده من المية اللي باقية من البطاطا دي. البطاطا بقى بعد ما استوت انا هصفيها كويس جدا. تمام، وهرسها كده هرس خفيف لان هي مش مستحمله اصلا. وحطيت كده عليها معلقتين بشاميل، ومش هقلب قوي. طبعا انا نسيت اقول لكم في البشاميل اللبن انا كنت حاطه عليه سكر قبل ما احطه على الدقيق في بتاع البشاميل علشان يبقى ايه، يطلع لي مسكر. ببقى محليه اللبن الاول، وبعدين حطيت معلقتين وما قلبتش قوي من البشاميل على البطاطا، علشان خاطر تديك ايه، لونين كده ابيض مع ايه اصفر، لون البطاطا الجميل ده. دهنت بقى الطاجن بتاعي من تحت مادة دهنية، وبعد كده نزلت كمان بمعلقة بشاميل وهنزل بالبطاطا. عايزة تحطي عليها بقى زبيب، جوز هند، اي نوع مكسرات انتي حرة، دي حريتك انتي. انا عملتها كده سيمبل من غير اي حاجة. اسوي السطح كويس. وصفتين سهلين، الولاد هيحبوهم جدا زي ما احنا قلنا. والبطاطا دي بقى بالبشاميل دي تدفي في الشتا كده لما بتطلع سخنة بقى من الفرن كده تبقى تحفة قوي. بص حطيت جزء من البشاميل وسبت كام معلقه كده، هحط عليهم بضايه، اللي ما يحبش طبعا ما يحطش. حط عليهم بضايه عشان تدي لون على الوش. بيضه وشويه فانيليا. تمام. اللي ما يحبش بقى البيضه ممكن يحط شويه كريمه، حته قشطه. لان احيانا لما ما بحطش البضايه كده مش بيتحمر في الفرن. ممكن يحط لبن بودر كده يرشه على وشها، بيدي برضو لون من فوق في الاخر. معلقه لبن بودره كده على الوش برضو. في افكار كتير قوي انها تدي لون من فوق. تمام. خلطت البيضة اهيت، وهبتدي احط الجزء الباقي. يا رب الوصفتين يكونوا عجبوكوا. طبعا انا بوريكم الطبقات اهي، شايفين. هدخلها الفرن بقى وتجربوهم للولاد. يا رب يكونوا عجبوكوا طبعا، وتجربوهم للولاد. والله سهلين مفهومش حاجة، يعني لحد ما اقتصادية بالحاجات اللي موجودة عندي في البيت. طالعة بقى تحفة جدا، وكانت ريحتها حلوة قوي. يلا ما ننساش بقى تسيبولنا، شايفين، متنسوش بقى تسيبولنا تعليقات حلوة تحت الفيديو.